فاكر انت المشهد بتاع فؤاد المهندس لما بيضطر يشيل الفنانة ماري منيب في فيلم اعترافات زوج علشان رجلها اتكسرت؟ قال افيه محدش خد باله منه، وهو شلاه يا سيد يا نصير. الناس في العادة بتقول شلاه يا سيد يا بدوي على السيد البدوي في طنطا، لكن مين هو السيد نصير اللي الفنان فؤاد المهندس كان قصده عليه؟ تعالى وانا اقول لك ملخص حكاية السيد نصير. السيد نصير ده يا سيدي هو اول مصري وعربي وافريقي ياخد ميدالية ذهب في الاولمبياد. طب ايه القصة؟ القصة باختصار ان مصر شاركت في 3 دورات اولمبية. الاولى سنة 1912 شاركنا برياضة واحد وما كسبناش اي حاجة، وفي سنة 1920 نشارك ب 22 رياضي وبرضه ما نكسبش حاجة خالص، وسنة 1924 نشارك ب 33 رياضي وبرضه ما نكسبش حاجة خالص. الله. نيجي بقى لسنة 1928، كان عندنا رافع أثقال أو رباع اسمه السيد نصير، وده كان كل متوقع له ان هو هيدغدغ الدغاديغ ويكسر الحديد ويجيب الدهب. طب التوقع ده بقى جه منين؟ علشان تعرف التوقع ده جه منين لازم تعرف نبذة عن حياة البطل السيد نصير. في 31 أغسطس عام 1905 وتحديدا في قرية شوبر بطنطا اتولد البطل السيد. لأن طنطا مشهورة باسم السيد نسبة إلى السيد البدوي تم تسميته باسم السيد نسبة إلى السيد البدوي. كبر السيد ودخل مدرسة طنطا ثم طنطا الثانوية، وهناك بدأ ممارسة رفع الأثقال. وزمان كانت المدارس بتفرغ لاعبين كتير قوي، والفن والرياضة في المدرسة كانوا حاجة أساسية. وفي يوم السيد نصير راح مولد السيد البدوي، وهناك شاف ألعاب البطل المصري القديم عبد الحليم المصري، وده يعتبر أول من نشر رياضة رفع الأثقال في مصر. السيد نصير اتجنن بيه وأعجب بيه قوي وقال أنا هبقى زيه. علشان تعرف باقي القصة وحياة البطل السيد نصير بالتفصيل تابعنا في ملخص تاريخ وسجل إعجابك بالقناة. في الفيديو الجاي إن شاء الله هنتكلم بالتحديد عن حياة السيد نصير وأبيات الشعر اللي قالها أمير الشعراء أحمد شوقي وخليل مطران في بطلنا السيد نصير.